بيكم في أول محاضرات الدبلوم التدريبي لإعداد الأخصائي النفسي المدرسي، والمحاضرة هتكون عن مهام ومسؤوليات الأخصائي النفسي المدرسي. معاكم محمد نبي، أخصائي نفسي دراسات عليا في علم النفس، ومدرب معتمد من العديد من الجهات المصرية والعربية والدولية في علم النفس والتنمية البشرية. أول حاجة هتتبادر في ذهننا هو إمتى بدأ وجود التربية النفسية في المدارس. من بداية ظهور وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا، كان المدرس هو المسؤول عن الإشراف عن الطلاب، وأي مشكلات بتواجههم هو اللي بيحلها. يعني المدرس بيخش الحصة بتاعته يدي الدرس بتاعه، بعد ما يخلص أي طالب عنده أي مشكلة، أي طالب محتاج مساعدة، كان بيلجأ للمدرس بتاعه أو الأبلة بتاعته علشان يشوفوا له حل للمشكلات. وبعدين المدرسين ابتدوا يعترضوا، لا يا جدعان احنا عندنا حصص كتير، احنا مش فاضيين للكلام ده، ما احنا يا ندرس يا نشوف مشكلات الطلبة. وده كان نتيجة لان هو العجز في المدرسين، واللي هي يعني شكلها ظاهرة ما بتنتهيش ابدا. ففي سنة 1949 وكان وزير المعارف وقتها هو الدكتور طه حسين، قعد يفكر كده، هو بعد كده طلع لهم قال لهم انا خلاص وجدت حل للمشكله دي. ازاي يا سياده الوزير؟ قال لهم احنا عندنا في معاهد اسمها معاهد الخدمه الاجتماعيه، بتخرج ناس ممكن نشغلهم في المدارس كاخصائيين علشان يحلوا محل المدرسين في مسؤوليه الاشراف على التلاميذ، وفي نفس الوقت كده يبقى المدرسين هيتفرغوا للتدريس. وفضل الموضوع ده مستمر ومع تعقد الحياة، وابتدت المشاكل بتختلف، وابتدت المشاكل بتتعدى قدرات وتخصص الأخصائيين الاجتماعيين. ففي سنة 1990 أصدر الدكتور فتحي سرور وزير التعليم القرار الوزاري رقم 142 بخصوص تعيين أخصائيين نفسيين بالمدارس من خريجي أقسام علم النفس علشان يزاولوا مهنة الخدمة النفسية في المدارس. طيب يعني هو مين الأخصائي النفسي؟ الأخصائي النفسي هو فرد متخصص ومؤهل علميا ومهنيا علشان يقدم الخدمات النفسية في المدارس، ويساعد الطالب على إنه يكتشف إمكانياته، ويعرف نقاط القوة، ويعرف جوانب الضعف في شخصيته، علشان يقدر يوجهه إن هو ينمي ثقته بنفسه، ويوجهه إن هو يبقى عنده مرونة كافية علشان يقدر يواجه أي مشاكل بتعترض في حياته، سواء مشكلات شخصية أو تربوية، بصورة فعالة وبأساليب ملائمة. ما خلاص، ما احنا عندنا أخصائيين اجتماعيين، طب إيه كان لزوم إن احنا نجيب أخصائيين نفسيين؟ في فرق في مجال الشغل بتاع الأخصائي الاجتماعي عن الأخصائي النفسي. فالأول بيشوف الظروف والظواهر الاجتماعية اللي تسببت في السلوك، يعني مثلا أثر الفقر في التحصيل الدراسي. أما التاني فهو بيدور في السلوك نفسه، يعني إزاي ننمي من مهارات الاستذكار، إزاي نعالج الضعف في التحصيل الدراسي. وزي ما عندنا أي حاجة لازم يكون لها هدف عام بنمشي حواليه ونكون كل شغلنا على أساسه، فالتربية النفسية في المدارس ليها هدف عام. طب إيه هو الهدف العام بتاعها؟ هو العمل على تنمية شخصية الطلاب نمو متكامل ومستمر في كل الأبعاد المختلفة للشخصية، سواء جسمية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو خلقية أو مهنية أو أي جانب آخر من جوانب الشخصية، وده علشان نحقق مستوى أفضل من التوافق والصحة النفسية. الهدف العام اللي قلناه ده بيندرج تحتيه أهداف صغيرة هي مجال ومهام الأخصائي النفسي المدرسي. أول حاجة عندنا هي تنمية وعي الطلاب، إن احنا نخلي الطلبة عندهم وعي بذاتهم وبقدراتهم وبنقط القوة ونقط الضعف زي ما سبق اتكلم. الهدف الثاني هو تنمية قدراتهم على إن هو يبقى عندهم علاقات اجتماعية سوية.
3. تنمية قدراتهم على حل المشكلات علشان يقدروا يتغلبوا على أي مشكلات بتواجههم في حياتهم. 4. مساعدتهم في تعديل الاتجاهات أو السلوكيات السلبية. هنا دلوقتي هنتكلم على أنواع الخدمة النفسية المدرسية. بتختلف أنواع الخدمة النفسية المدرسية على حسب النظرية اللي قايمة على التقسيم ده، لكن احنا هنتكلم على نمط محدد من التقسيمات، وهو هيقسم الخدمة النفسية المدرسية ل3 أقسام بس. أول خدمة بيقدمها الأخصائي النفسي أو التربية النفسية بمفهوم العام يعني للطالب في المدارس هي الخدمات الإرشادية، ودي بتتقدم لجميع الطلاب، وهي بتساعد الطالب على إنه يعرف ذاته كويس ويتعرف على جوانب الكلية لشخصيته علشان يقدر ياخد قرارات إيجابية ويساهم في حل مشكلاته بموضوعه. النوع الثاني هي الخدمات الوقائية، ودي بتتقدم برضو لجميع الطلبة، لكن بيكون فيه شوية تركيز على الطلبة اللي متوقعين أو شاكين إن هو ممكن يتعرضوا لمشكلات سلوكية أو نفسية في المستقبل، والفئات دي بنسميها الفئات الهشة، وده بهدف وقايتهم من الاضطراب والانحراف في المستقبل. النوع الثالث هو الخدمات العلاجية، والخدمات دي بتتقدم للطلبة اللي عندهم مشكلات بالفعل، وفي الحالات الحادة اللي هي بقى صعب ان احنا نعمل معاها شغل في المدرسة، زي بقى خلاص وصل لمرحلة محتاج علاج فعلي، علاج إكلينيكي، فهنا بنحولها إلى المراكز المتخصصة، سواء أقسام العيادات في أقسام العلم النفسي في الكليات، أو التأمين الصحي، أو أي جهة متخصصة، جهة حكومية متخصصة تقدم له العلاج ده. هنيجي بقى هنا دلوقتي ونتكلم على الموضوع الأساسي للمحاضرة بتاعتنا، اللي هو مهام وواجبات الأخصائي النفسي المدرسي. أول حاجة بيعملها الأخصائي النفسي في أول السنة هو إن هو بيطبع الخطة العامة اللي جاية له من التربية النفسية في الوزارة، من المستشارة بتاعة الوزارة، وبيعتمدها من مدير المدرسة، وبعدين يبتدي ينفذها. دي أول خطوة لازم نقوم بيها أول السنة الدراسية. النقطة اللي بعد كده، أو أول برضو حاجة لازم بنعملها في أول السنة، هي إن إحنا بنعمل برنامج تعريف بدور الأخصائي النفسي المدرسي، وده بيتقدم للصفوف الأولى اللي هو أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي، وبرضو نقدمه لأولياء الأمور إذا قدرنا نعمل كده، ونقدمه للمدرسين برضو تذكيرا ليهم بمهام وواجبات بتاعة الأخصائي، وده لضمان إن إحنا كل عضو يعرف ايه هو مسؤولياته علشان نقدر نحقق اهداف التربيه النفسيه بالمدرسه على افضل وجه. يعني لو المدرس عارف انا مجال شغلي ايه وانا بعمل ايه في المدرسه، مش هيفضل يحول لي حالات ماليش علاقه بيها تسبب ان انا تعطل لي شغلي، تتسبب ان انا يبقى في لود عليا يمنعني من تنفيذ شغلي. يعني لو هو طالب نسي القلم مرة من المرات، طالب ما عملش الواجب مرة، طالب عمل أي شغب بسيط في الفصل، أي طالب يعمل الكلام ده يروح المدرس بعتهولي، أنا هيبقى كل يوم هيبقى عندي 50-60 مشكلة، هعمل إيه ولا إيه؟ ودي مشاكل مش محتاجة الأخصائي النفسي، دي مشاكل المدرس ممكن يحلها في الفصل بتاعه. النقطة اللي بعد كده هي إن إحنا نبتدي نجهز السجلات والأدوات وأي إمكانيات محتاجينها للعمل الإرشادي، وبتتطلبها تنفيذ البرامج الإرشادية في المدرسة. بعد كده نبتدي نعمل حاجة اسمها جماعة التربية النفسية، ودي ليها تعليمات معينة المفروض هنمشي عليها، وأثناء السنة الدراسية بنعمل اجتماعات دورية، و يعني بنتابع التوصيات بتاعت الجماعة دي وبنقيم النتائج. اللي بعد كده هو ان احنا نبتدي بقى، احنا خلاص اعتمدنا الخطة،
عرفنا المجتمع المدرسي بدور الأخصائي النفسي، عملنا جماعة التربية النفسية، نبتدي ننفذ الخطة اللي هي جاية لنا من مكتب المستشار زي ما قلنا. حاجة مهمة برضو لازم يكون الأخصائي النفسي على وعي بيها، هو إن هو يعمل علاقة كويسة مع أعضاء هيئة التدريس ومع الطلاب ومع أولياء أمورهم، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل علشان نحقق الهدف من العمل الإرشادي. خلاص طول السنة شغالين بقى في تنفيذ برامج التربية النفسية والخدمات بتاعتها، سواء خدمات فردية أو يعني الحالات الفردية زي ما بنقول، أو الاستشارات النفسية السريعة. خلاص السنة خلصت، نعمل بقى إيه؟ تقرير ختامي للإنجازات، ونشوف إيه هي نقاط اللي محتاجة إن إحنا ناخد بالنا منها في المستقبل، وإيه هي الجوانب كويسة اللي قدرنا ننفذها فعلا عشان نمشي عليها فيما بعد. كل النقط اللي اتكلمنا دي هي دي نقط عامة، هنتكلم على كل موضوع تفصيلا في وقته. الجزء اللي بعد كده اللي محتاجين نتكلم عنه هو ايه هو الفعل بقى، التنفيذ الفعلي لشغل الأخصائي النفسي في المدرسة. ايه هي مسؤوليات الأخصائي النفسي في المدرسة؟ أولا الالتزام الكامل بالميثاق الأخلاقي. لازم يكون عندنا التزام بالميثاق الأخلاقي اللي هو الأساس بتاع شغل أي أخصائي نفسي. يعني أخصائي نفسي كلينيكي ليه قواعد وميثاق أخلاقي بيمشي عليه، الأخصائي النفسي المدرسي زيه برضه ليه لازم يكون في قواعد أخلاقية نمشي عليها عشان يبقى شغلنا ده سليم. النقطة الثانية الالتزام بآليات الإرشاد النفسي. الشغل النفسي هو مش شغل كده يعني بالبركة ولا زي أي ما عايزين نعمل أي حاجة بنعملها. احنا ليه في معايير وفي قواعد للعملية الإرشادية لازم نمشي عليها. لازم برضو يكون عندنا معرفة كويسة بأساليب التعلم النشط، لأن احنا في شغلنا في الجلسات والمحاضرات اللي احنا بنعملها للطلبة دول وأثناء في تنفيذ الخطة التربية النفسية، احنا بنستخدم الأساليب بتاعة التعلم النشط علشان نشغل الطلبة معانا ونخليهم يتفاعلوا ويكونوا منتبهين للي احنا بنعمله. دراسة الحالة الفردية، ودي هيكون ليها موضوع منفصل، محاضرة منفصلة لوحدها. دراسة الحالات السريعة اللي هي المشكلة اللي هي حصلت مرة ومش هتتكرر تاني. طالب عمل شغب كبير في الفصل والمدرس مش قادر يسيطر عليه، فبنيجي احنا بنقعد معاه نعمله تعديل سلوك بسيط، نعمله يعني استثارة ذهنية كده نحاول نعدل من المشكلة اللي هو عملها. برضو تفعيل جماعة التربية النفسية زي ما سبق واتكلم. برضو من مسؤوليات الأخصائي النفسي المدرسي هو إنه يشترك في مجموعات عمل علشان يشوف جميع المشكلات اللي بيتعرض ليها الطالب. يعني أنا ما بشتغلش بوحدي، لازم بيبقى فيه تفاعل بيني وبين الأخصائي النفسي وبين إدارة المدرسة وبين مدرسين الفصل، لأن هم أدرى مني بالمشاكل بتاعة الطلبة. يعني لو طالب عنده صعوبات تعلم في اللغة العربية مثلا، أنا مش هعرف إنه عنده صعوبات تعلم دي، لأن هو حاجة مش شغلي. أنا ما عنديش التفاعل في اللغة العربية معاه. لا، هو مدرس اللغة العربية هو الأدرى بالنقطة دي، هو اللي يقدر ينبهني، هو اللي يقدر يحول لي المشكلة دي. عمل برامج نفسية متعددة زي ما قلنا، عمل برامج تعديل سلوك في شكل جلسات إرشادية، عامل برامج تنموية لرعاية الفئات الخاصة اللي هم طلبة الدمج، اللي هم المتفوقين، اللي هم المتأخرين دراسيا، اللي هم الموهوبين. وبرضه من مسؤوليات الأخصائي النفسي في المدرسة إن هو يقوم بتدريب المعلمين. زي ما هو بيقوم بتدريب المعلمين، برضه بيقوم بتدريب ولي الأمر. بيقوم بعمل دوريات ونشرات ومطويات ومجلات نفسية علشان تخدم الهدف اللي هو عايز يعمله. يعني إذا كنا بنعمل مثلا
برنامج علشان محاربة التدخين مثلا، يبقى احنا هنعمل لافتات وهنعمل لوحات وهنعمل مجلات ننشرها في المدرسة، مطويات نوزعها على الطلبة وأولياء الأمور إذا كان ده متاح بالنسبة لنا، يعني لأن ده طبعا هيحتاج ميزانية ويحتاج تكلفة. هنعمل أيام تبادل ثقافي بين جامعات التربية النفسية، وده كان موجود في المدارس يعني، لكن هو نتيجة من وقت فيروس كورونا فالموضوع ده قل جدا وبقى نادر. بيفعل الإرشاد الجامعي. الشغل اللي احنا بنعمله في الفصل ده هو إرشاد جامعي، لما ندي جلسة للطلبة كلهم، يعني ما عملناش جلسة لطالب محدد بعينه، لا احنا بنعمل جلسة للطلبة كلهم، هو ده إرشاد جامعي. بيكون برضو لينا يعني عارفين الآليات اللي احنا ماشيين عليها، وبنقوم بتحديد الهدف العام والأهداف الإجرائية ونقوم بتنفيذها في الجلسة دي، وبرضو دي هيكون ليها محاضرة منفصلة تفصيلية على الموضوع ده. النقطة الأخيرة وهي نظريا من مهام ومسؤوليات الأخصائي النفسي، لكنها صعبة التنفيذ لأنها هتحتاج مكان كبير عشان نعمل الكلام ده، هتحتاج مجهود كبير جدا من الأخصائي النفسي، ألا وهي عمل ملف لكل طالب بيشمل مشكلاته وقدراته التحصيلية ومهاراته وهواياته. نيجي دلوقتي هنتكلم على ايه اللي يخليني اخصائي نفسي كويس. في مجموعة من المهارات لازم تكون متوفرة في الاخصائي النفسي المدرسي علشان تخليه اخصائي نفسي جيد. اول مهارات عندنا هي المهارات الاكاديمية، ومنها المعرفة النظرية في علم النفس وخاصة علم النفس التربوي. فلازم الاخصائي النفسي يكون عنده دراية كويسة بنظريات علم النفس التربوي، زي نظريات التعلم والنمو والتنمية النفسية والاجتماعية. لازم يكون عنده قدرة على تطبيق المعرفة دي في الممارسة العملية، ما تكونش مجرد معرفة نظرية بس، لازم يكون قادرين ان احنا نمارس العمل بالفعل. فلازم يكون الاخصائي قادر ان هو يطبق المعرفة النظرية في الممارسة العملية، زي اجراء الفحوص النفسية وتقديم الاستشارات النفسية. برضو قدرة على البحث العلمي، لازم يكون قادر على ان هو يعمل بحث علمي في مجال علم النفس التربوي علشان يطور من ممارساته المهنية ويحسنها. طيب ايه اهمية المهارات الاكاديمية دي؟ ليه يعني هي حاجة ضرورية للاخصائي عشان يبقى اخصائي نفسي كويس؟ المهارات دي بتساعد الاخصائي النفسي في نجاحه في عمله، لانها بتساعده على فهم المشكلات النفسية اللي ممكن يواجهها الطلاب والمعلمين واولياء الامور، وبتقدم له المساعدة والدعم المناسبين للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وبتساعده في إن هو يعزز ويحسن من الصحة النفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. المهارات التانية اللي هي لازم تكون موجودة عند الأخصائي النفسي المدرسي هي المهارات المهنية، ومنها القدرة على إجراء الفحوصات النفسية، ان احنا نقدر نطبق الاختبارات النفسية على الطلاب علشان نقدر نعمل تقييم لقدراتهم ومهاراتهم واحتياجاتهم النفسية. القدرة على تقديم الاستشارات النفسية، لازم يكون قادر على انه هو يقدم الاستشارات النفسية للطلبة والمعلمين واولياء الامور علشان يساعد الطلاب على ان هما يحققوا النجاح الاكاديمي والشخصي والاجتماعي اللي هو الهدف الاساسي للتربية النفسية المدرسية. برضو القدرة على التوعية النفسية، لازم يكون الاخصائي النفسي قادر على انه هو يوعي الطلاب والمعلمين واولياء الامور توعية نفسية حوالين الصحة النفسية والمشكلات النفسية اللي هو ممكن يواجهها الطلاب. القدرة على البحث العلمي، لازم يكون قادر على البحث العلمي في مجال علم النفس التربوي علشان يحسن مهاراته المهنية. أهمية المهارات المهنية للأخصائي النفسي دي إنها بتساعده في نجاحه في عمله، عن طريق إنها بتساعده في تقديم المساعدة والدعم المناسبين للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
بتساعدوا في تحسين الصحة النفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. بتساعدوا في تحسين العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وبتعمل بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. آخر مهارات لازم توفرها في الأخصائي النفسي المدرسي هي المهارات الشخصية، ومنها القدرة على التواصل الفعال. فالأخصائي النفسي المدرسي لازم يكون قادر على التواصل بشكل فعال مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وده عن طريق يكون عنده مهارات الاستماع الفعال، ويقدر يعبر عن الأفكار والمشاعر بوضوح. القدرة على بناء العلاقات، لازم يكون قادر على أنه يبني علاقات كويسة مع الطلاب ومع المعلمين ومع أولياء الأمور من خلال الاحترام والثقة والدعم. القدرة على الاستماع الجيد، لازم يكون قادر على أنه يستمع باهتمام للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور علشان يقدر يفهم مشاعرهم واحتياجاتهم ويقدم لهم الدعم المناسب والمطلوب اللي هم محتاجين. القدرة على حل المشكلات، لازم يكون قادر أنه يحل المشكلات اللي بيواجهها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ده عن طريق التفكير النقدي والإبداعي ومهارات حل المشكلات. فأنا لو ما عنديش القدرة إن أنا أحل مشكلات الطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور، يبقى أنا وجودي في المدرسة ملوش أي لازمة، لأن هو دوري الأساسي هو إن أنا أحل المشكلات اللي بيواجهها الطلاب دول، أو بمعنى أصح أساعدهم إن هم يحلوا المشكلات. القدرة على التعاطف، لازم يكون الأخصائي النفسي في المدرسة قادر على التعاطف مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال فهم مشاعرهم واحتياجاتهم. يكون عنده مرونة، لازم يكون قادر على التكيف مع المواقف المتغيرة، وده من خلال قدرته على التفكير خارج الصندوق وإنه يكون عنده إبداع. أهمية المهارات الشخصية دي إنها بتساهم في نجاح الأخصائي النفسي المدرسي من خلال عن طريق إنها بتساعده على بناء علاقات قوية مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وده بيعزز ويساعد على وجود الثقة والاحترام المتبادل. بتساعده في فهم مشاعر واحتياجات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، واللي بالتالي بيساعده على إنه يقدم المساعدة والدعم المناسب. بتساعده في حل المشكلات اللي بيواجهها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وده بيساعده في نجاح في مهمته الأساسية. طيب إزاي نطور وننمي من المهارات بتاع اللي هو الأخصائي النفسي المدرسي محتاجها؟ أول نقطة عندنا إن هو يحاول يحصل على شهادة مهنية إضافية، سواء دبلوم سواء ماجستير سواء دكتوراه، إذا كان ده متاح له. طب ده مش متاح، ده محتاج وقت وأنا ما عنديش وقت، محتاج تكلفة مادية كبيرة وأنا ظروفي لا تسمحش بالكلام ده، يبقى عندنا المشاركة في الدورات التدريبية والندوات المتخصصة. أي دورة ممكن أنا أقدر هتفيدني في شغلي وأقدر أشترك فيها والتزم بيها واتابعها كويس، بدل هتنمي من المهارات بتاعتي. طب نفس النقطة دي محتاجة وقت وأنا بجري على أكل عيشي مش فاضي، وهي عايزة فلوس برضو والدنيا على قدها، يبقى القراءة في مجال علم النفس التربوي والحصول على آخر المستجدات في المجال ده، أو المشاركة في الممارسة المهنية تحت إشراف أخصائي نفسي متمرس. لو أنا معايا في المدرسة أخصائي نفسي قديم وخبرة كده، أحاول أتعلم منه، أشوفه بيعمل إيه، وأشوف يبقى طب في الموقف ده بيتصرف إزاي، طب هو بيعمل إيه في المشكلة الفلانية، وأتعلم ونمي من المهارات بتاعتي. النقطة اللي بعد كده، لو هي متاحة وهي غالبا بتكون متاحة للي هم بيعملوا دراسات عليا بس، مش هتبقى متاحة للأخصائي النفسي العادي، إلا لو هو في حد من اللي بيعمل ماجستير أو دكتوراه وجالي المدرسة عشان أساعده في تطبيق الاختبارات، في تنفيذ الخطة اللي هو عايز يعملها عشان الرسالة بتاعته، اللي هي المشاركة في الأبحاث العلمية في مجال علم النفس التربوي.
طيب ايه هي الصفات اللي لازم تكون موجودة عندي علشان ابقى اخصائي نفسي مدرسي كويس؟ اول نقطة عندنا هي ان هو يكون عنده اخلاق، لان بدون الاخلاق عمر ما هيكون شغله كويس. فهو لازم يكون عنده اخلاق قولا وفعلا، وانه يكون قدوة حسنة، انه يتميز بالمرونة في التعامل مع حالات الطلاب، وما يبقاش عنده جمود، ويبقى ماسك في اساليب محددة في فهم مطالبهم وحاجاتهم الارشادية. ان هو يتعامل برفق ومعاملة حسنة مع الطلاب، عشان ده هيخلي الطالب يحس بالاهتمام بيه، وان الاخصائي النفسي ده عايز مصلحته وعايز يساعده في حل المشكلات اللي بيواجهها. ان هو يكون شايف العمل ده رسالة تربوية مش مجرد وظيفة. طبيعي كلنا يعني بنشتغل علشان اكل عيشنا، علشان المرتب اللي بناخده اخر الشهر. ده ده ما يمنعش ان يعني ولا يعيب الشغل بتاعنا، بس ان انا ما يبقاش هو المحور الاساسي بتاعي، ان ده خلاص دي وظيفة، يبقى انا هعمل لهم شغل على قد المرتب اللي انا باخده. لا، دي دور اكبر بكتير منه ان هو يكون مجرد وظيفة. طبعا كلنا كدارسين علم النفس عارفين كويس الطرح والطرح المضاد، فلازم الأخصائي النفسي المدرسي يكون عنده وعي بذاته ودوافعه، وما يسقطش ده على مسار العمل الإرشادي. وبرضو عارفين كلنا إن من الأساسيات بتاعة العمل إن إحنا ما يكونش في أي علاقة شخصية مع العميل، وهنا في حالتنا اللي هو الطالب، وتكون العلاقة بين الأخصائي وبين الطالب علاقة مهنية. طيب يعني دلوقتي أنا بروح كل شوية ألاقي مكالمات من الطلبة ومن أولياء الأمور عندهم مشكلة، ويعني والدنيا بايظة خالص. لا، هو في هنا أنا شغلي مع الطالب أو مع ولي الأمر في حدود أوقات المدرسة. طيب، موضوع التليفون ده ليه 3 احتمالات. اول احتمال ان انا ما بديش تليفوني لاي حد سواء طالب او ولي امر. طيب لا، ده هو يعني انا ما بديش، بس في ممكن حد من زميلي يروح اي طالب بتاعي يروح مديلي التليفون. طيب خلاص، هنوصل للحل التاني. انا ممكن يبقى عندي نمرة معينة محددها للشغل بتاع مع الطلبة، سواء اديتها للطلبة او اي زميل زي ما بنقول اداها للطلبة. خلاص بعد ميعاد المدرسة انا بقفل الخط ده، يعني ايه، خلاص كل اللي بيتصل بيه هيلاقيه مقفول. طيب ده ما ينفعش، انا ما عنديش غير هو خط واحد، وبرضه يعني ايه الزملاء بيدوا للعيال، ويعني مش هقدر اعمل كده. يبقى هنا في الحالة دي مش هرد على اي رقم غريب بعد ميعاد المدرسة، الا يعني زي ما اقول انا مستني حاجة، مستني مثلا اوردر هيجي لي، مستني، هضطر ان انا ايه اجاوب على ارد على الارقام الغريبة. طيب خلاص انا رديت، يعني مش هقدر ما اردش، خلاص يعني ايه هيبقى منظرها وحش، الناس بتتصل بيا وانا بردش هيقعد. خلاص يبقى هنا في الحالة دي ان هو انا هرد على اي رقم عادي مفيش مشكلة. طب لقيته طالب، لقيته ولي امر، هنا هعتذر بأدب واقول له اتصل بيا في ميعاد المدرسة. ممكن ده يزعل الناس شوية، لكن يعني دي عشان نبقى عندنا في زي ما بنقول علاقة مهنية سليمة. الصفة اللي بعد كده هي انه هو يكون الهدف بتاع شغلي ان انا احقق السعادة والرفاهية للطالب، علشان اقدر اوجه العملية الارشادية لتحقيق اهدافه. انه هو يكون عارف الحدود الاخلاقية لمهنته، وما يتعداش الحدود دي، ويبعد عن اي تصرف بيسيء لعمله المهني. انه هو يكون مظهره مقبول، من يعني لا يكون يعني مظهره متكلف، مظهره زيادة قوي يعني ملفت للنظر، وفي نفس الوقت ما يكونش برضو مظهره مبهدل. ان هو يبعد عن التعصب ويلتزم بأخلاقيات العمل المهني. ان هو يعرف الطالب كويس
بحدود والامكانيات بتاعه عمله المهني. يعني ما عملوش زي البحر طحينه زي ما بيقولوا، ده انا خلصت هحللك الدنيا دي وهمشيك زي الفل، وانا قدراتي او الحاله بتتخطى المهام وبتتخطى المعايير اللي انا ممكن هشتغل بيها في المدرسه. ان هو ما يستخدمش اجهزه تسجيل او اي اجهزه تانية من غير استئذان. نرجع تاني نتكلم نقول النقطة مرتبطة بالنقطة اللي فاتت، وهي ان انا لو الطالب عنده المشكلة بتتخطى حدود قدراتي او انها محتاجة تدخل مهني اعلى من الحدود بتاعتي، وان انا هحتاج احوله لجهة اعلى زي ما قلنا، سواء تأمين صحي سواء عيادات في اي مكان، فلازم اعرف الطالب بده واشرح له اسباب ان انا هحوله. ان احنا ما نستخدمش ادوات او اساليب ما بنعرفش نستخدمها كويس، لان لو انا طبقت اختبار انا مش عارفه كويس ممكن ده يديني نتيجة غلط هتأثر على خطة العمل اللي انا همشي عليها عشان احل المشكلة بتاعت الطالب دي، وهتضللني وممكن يعني تخلي الطالب ده حالته تزداد سوء. نفس الشيء برضو ما ينفعش استخدم اسلوب ارشادي انا مش عارفه كويس برضو زي ما بنقول عشان ما نضرش بالطالب. لازم الاخصائي النفسي يكون عنده امانة على اي اسرار الطالب يقدمها له، ويبقى ممنوع ان هو اطلعها على لاي حد، وفي نفس الوقت انا مسؤول عن تأمينها. يعني ما سيبش الورق كده هو متبعتر في كل حتة ممكن اي حد يطلع عليه في غير وجودي. ان هو الاخصائي النفسي لازم يلتزم ان هو ما اقولش اي معلومات عن دراسة الحالة بتاعت الطالب، لكن بعمل توصيات لمن يهمه الامر للتعامل مع الطالب. يعني لو طالب عنده مشكلة نفسية مثلا، يعني لو حد زعق له بيخش في نوبة اكتئاب مثلا، او بيقعد يعيط، او بيجي له اغماء هستيري، فهنا انا هروح للمدرسين بتوع الفصل اقول لهم الطالب ده عنده مشكلة، ويعني عشان نساعده بلاش حد يزعق له، لو هو عمل اي حاجة غلط تعالوا قولوا لي انا وانا هتصرف معاه. هنا انا ما بينتش اي حاجة من حالة الطالب، لكن انا مجرد هنا توصية علشان يقدروا يتعاملوا معاه بصورة كويسة. زي ما اتكلمنا في الجزء اللي فات على المهام والمسؤوليات والحاجات اللي لازم او اللي هي بيقوم بيها الاخصائي النفسي في المدرسة، هنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي ممنوع ولازم الاخصائي النفسي يبعد عن ان هو يقوم بيها في المدرسة. اول حاجة عندنا ان هو ممنوع ان هو يقف مع ادارة المدرسة او المدرسين علشان يحجز الطلبة المتأخرين. ممنوع ان هو يعاقب التلاميذ اللي عملوا مشاكل وخالفوا انظمة ولوائح وقواعد المدرسة. طيب ده ليه؟ ان انا هنا لو الاخصائي النفسي المدرسي بقى قايم بدور المعاقب او قايم بدور الشرطي، هنا انا اضريت بالعلاقة المهنية وبالعلاقة ان هو الطالب يلجأ لي. يعني الطالب انا بيتأخر عن ان هو يجي المدرسة واروح حجزه، طب هو الطالب ده عنده مشكلة، لا الراجل ده يعني مش كويس، خلاص لا انا اشوف حد تاني ما الجأ له، او هلجأ لاصحابي، خلاص يبقى انا كده اضريت بالطالب وما حلتلوش مشاكل. لازم برضو الاخصائي النفسي ما يقومش باي اعباء او مهام كتابية او ادارية خارج نطاق اختصاصه، زي امن البوابة او الكانتين او الجدول، او ان هو يسجل الغياب بتاع الطلبة. طيب زي ما احنا عارفين كلنا ان هو العجز شديد في المدارس،
واي حد بيقوم بمهمه واثنين وثلاثه، مش يعني احنا مش هنقول ما ينفعش يشتغل، بس ده مش الواقع، ده بيحصل حاجات غير كده خالص. طيب مفيش مشكله ان انت تقوم باي مهمه خارج نطاقك علشان تساعد اداره المدرسه وعلشان تخلي الدنيا تمشي، بس يعني يبقى دورك الاساسي هنا ان انت ما تخليش الحاجه اللي انت بتعملها دي تضر بعملك كاخصائي نفسي او تعطلك عن الشغل. النقطه اللي بعد كده من الحاجات اللي هو لازم الاخصائي النفسي المدرسي يبعد عنها، ان هو ما يقومش باي عبء تدريسي. يعني هو لو الاخصائي النفسي مسيحي ما يبقى يتحملش مسؤوليه تدريس الدين المسيحي، ما يبقاش يخش يدي حصص علم نفس، لان زي ما بنقول ده هنا هيكون عبء على الدور بتاع الاخصائي النفسي المدرسي. طيب انا قادر اعمل الكلام ده، وبرضه يعني هو الواحد بيجي له درس ولا اتنين بره يعني له متعيش، ما فيش مشكله ما دام زي ما قلنا في النقطه اللي قبلها ما اضرش او ما عطلش دوره كاخصائي نفسي في المدرسه. النقطه الاخيره في محاضرتنا النهارده وهي نصائح للاخصائيين الجدد. اول نصيحه نقدمها للاخصائيين الجداد هي خليك متواضع، ما تتكسفش ان انت تطلب المساعده من الاخصائيين النفسيين اللي عندهم خبره علشان يساعدوك في ان انت تمارس شغلك، علشان يعلموك. خليك مستمع كويس، ادي الطلبه الوقت الكافي علشان يشرحوا ويقولوا لك عن مشاعرهم ومشاكلهم. خليك صادق مع الطلبه على حوالين قدراتك وخبراتك. خليك مركز كويس على سلامة الطلبة دول، فنمشي على المعايير الأخلاقية المهنية في تعاملك مع الطلبة. هنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا النهاردة. انتظرونا في المحاضرة الجاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك.